أصبحت الجزائر تشكل شوكة في حلقة السياسيين الفرنسيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية والأيديولوجية بسبب مواقف القيادة الجزائرية المناهضة للتواجد الفرنسي الاستغلالي في المنطقة ووقفها الند للند، بعدما أنهى الرئيس تبون حقبة الامتيازات الفرنسية التي كانت تحظى بها في الجزائر في زمن الحكومات السابقة، وهو ما دفع ببوق شر وكلب أوروبي ونافذ في العقد معاد للجزائر كان يتودد إليها في وقت سابق لما كان رئيسا لفرنسا بالهجوم على الجزائر قيادة وشعبا وحكومة. في المقابل طالب رئيس بلاده ببناء علاقة طيبة مع النظام المغربي بدل الجزائر في خطوة تكشف المستور الذي كانت تحذر منه القيادة الجزائرية المخطط الذي يريدون ضرب به الجزائر بالتواطؤ مع العملاء المتواجدين في الداخل والخارج. وحرض المفلس والمتورط في قضايا فساد والمدان والمتهم الأول والرئيسي في ملف دمار ليبيا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سلطات بلاده والرئيس إيمانويل ماكرون على الجزائر، بعدما سولت له نفسه وسمحت له بالتطاول على أسياده الجزائريين، حين شدد ساركوزي على ضرورة إنهاء الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968 الخاصة بتسهيل حركة المواطنين الجزائريين في فرنسا. كما حرض ساركوزي الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون للكف عن محاولاته لبناء صداقة مع القيادة الجزائرية، وبرر ساركوزي نصيحته التي تحمل في طياتها عداء صارخا للجزائر بأن فرنسا لن تتمكن أبدا من كسب ثقة الجزائر. ووصف المتحدث العلاقة التي يحاول ماكرون ربطها مع القادة الجزائريين بالمصطنعة، واتهمهم باستخدامهم لفرنسا بشكل منهجي ككبش فداء لإخفاء عيوبهم. وأضاف ساركوزي سيرفضون دائما لأنهم بأمس الحاجة لتحويل الانتباه عن الفشل الذي أغرقوا فيه بلادهم من خلال اتهام فرنسا بكل شرور. ودعا ساركوزي إلى تغيير بوصلته نحو المغرب بدل ذلك قائلا: نحن نجازف بفقدان كل شيء، لن نكسب ثقة الجزائر وسنخسر ثقة المغرب. تصريحات خطيرة أسالت الكثير من الحبر في أقل من 24 ساعة من نشرها عبر وسائل الإعلام الدولية، وهو ما دفع بالعديد من الجهات في الجزائر للرد عليها كل بطريقته الخاصة، خصوصا وأنها تأتي من رجل محسوب على السلطة الفرنسية وأحد رموز العداء فيها للجزائر.